يقولون الرجال من يتزوج المرأة لأجل مالها أو جمالها أو نسبها. اي صحيح. زين انت على شنو تزوجتني؟ انا خثش لوجه الله تعالى. يقول لك الأجانب يردون يقولون لأطفالهم بأنه بابا نويل شخصية وهمية، بس خايفين عليهم ينصدمون ويصير عندهم انهيار عصبي. لا داني من كنت طفل امي تقول لي انت مو ابننا، لقيناك يم حاوية الزبالة، وابوي يقول لقيتك يم باب الجامع. وما صار بيك شي؟ وداعتك قز القرط ما صار بيه. هسه الخطار من يجي غير يقعد ويسكت. ليش شبيه؟ يستلمك ضعفان سمنان متغير صاير اصفر. هذا مو خطار، هذا المفراس مال المستشفى الجمهوري. علاقتي بالدوام صار مثل الرجال اللي يريد مرته وهي هم تريده، بس ضلين على مود الجهال. وانت على شنو باقي؟ باقي على مود الراتب. فد يوم رحت لألمانيا، صعدت بالباص فقعدت بصف شاب اشقر حليو. ايه؟ سألني ماذا تحب في بلدك؟ جاوبته أحب في بلدي العدالة، الأمان، التقدم، الخدمات. حلو. وما اسمع على كل العفاط يجي من ورانا، طلعوا قاعدين كلهم عراقيين. لا بشرفك. فاني من الفشله مالتي قلت له لهذا الشاب الالماني هذا الحفاظ عندنا تعبير للفرح والتأييد، يعني مثل التصفيق، ردت لطشها شلون بعد؟ ايه عاشت ايدك؟ كان يقول لي خايب ما تاكل تبن؟ طلع ان ابوها عراقي. هاك واحد محشش عينه بالشرطة، نطوا سلاح وقال له اليوم منع تجوال الساعة 12 بالليل، وراها اي واحد يشوفه كتله. فات واحد من يم الساعة 11 و45 دقيقة، قام وكتله. قالوا لك هاي ليش؟ قال لهم هذا عرفه بيتهم بعيد ما يلحق يوصل بربع ساعة. الجيران اشتروا كلب حراسة ب $2500، كل ساعتين يطلع واحد منهم يشوفه ليروح ينباق. اليوم بالسيارة صعدتين ببنية، قالت شلونك؟ قلت لها الحمد لله. طلعت تحكي بالتليفون. من الفشلة مالتي طلعت السبحة وكملت الحمد لله الحمد لله الحمد لله.